هذا الفستان اختي قلت ها حبايبي، شو اخباركم؟ بتجي على قناتي اني اسو. طبعا للي ما يعرفني يس اني اسو. ليش شعري؟ لا حد يسالني، بس لان ما خليته بنفسي فسويته. المهم حبايبي، مشتاقة لكم كومة. سوري على هاي القطعة الطويلة، بس هو كنت دا انتظر الفساتين على مود اسوي بهم فيديو يوتيوب حرفيا. يعني صار لي شهرين انتظر واصلا. واليوم عندنا تجربة فساتين مع السهرات من موقع صيني. تحمسوا ويانا، راح نشوف قطع غريبة عجيبة، موديلات ما ادري انا شلون فكرت انه اجيبهن. راح نشوفن انا وياكم، حلوات مو حلوات، التقييم بين ايديكم. شوف بيك التقييم بين ايديك. اللي بعده مشترك بالقناه خليه يشترك، ايش قاعد تنطر بحياتك؟ اللي بعده مشترك خليه يشترك. طالعه انا مش انا فوق القهر مدافش اصبر شعري. حبايب قلبي، I miss you so much. شلونكم؟ شو اخباركم؟ كتبوا لي ايش تسوون ولا تسوون، اموركم احوالكم، مشتاقتكم كومه. فيديو جاي على قناه ميمو دانو، راح ينزل كلش حلو بعدهم. المهم ما اطول عليكم. طبعا انا لابسه شيء جدا كوزي، راح نبدله ونلبس فساتين سهره، فساتين حفلات من موقع صيني اللي هو موقع علي اكسبرس. طبعا علي اكسبرس حاب قلبكم ومشتهى بالموقع حرفيا، اي شيء تردوه موجود، اي شيء حرفيا. اتوقع هذا ثاني فيديو من موقع علي اكسبرس، بس السلسله تحبوها وخير رجعت سرعه القطعه. بس قلت لكم قاعد انتظر الغرار، يعني اطلبهن قبل شهرين يوصلن ورا فتره بعد جدا اطول من الشهرين، اطلبهن قبل 3 اشهر يوصلن. تعبت واني انتظر الغرار. خلينا نبلش. ما ادري الفستان نبلش، بس راح نبلش. جايز هالمره عندنا فساتين كل الالوان جبت لكم، ما خليت لكم لون بنفسكم حرفيا. راح نجربه انا وياكم، ستايلات غير متشابهه، واحد ما يشبه الثاني، واحد من العصر الفكتوري وواحد من المهم يلا نبلش. اي واحد اختار ما ادري. اوكي حبايب قلبي، طبعا قبل ما نبلش حبيت اقول لكم انه الفساتين من دون تشياسه، لان خواتي ذبوا كل تشياسه. ووصل مثل ما قلت لكم وصلت الغرض من انا كنت مسافره فطلعوهن حرفيا. المهم عندنا هذا فستان سمر فينتج وومن جرين دريس كوتج كور ريترو فلورال اوف شولدر. هذا الفستان حقه جايز، خلوا انا احكي سوري. هيدا الفستان حقه 23 يورو، بما يعادل تقريبا 25-26 دولار. مثل ما قاعدين نشوفه الفستان is so nice, it's so cute مثل ما قاعد تشوفون. هذا الفستان هيك شكله، لونه خرافي. طبعا تعرفون انا احب اللون الاخضر حيل، بس هذه درجة اللون الاخضر الفاتح اول مرة اجربها. بس اذا نحكي على الخياط، الخياط مو هذيك الدقة. طبعا نظرا لسعره ما راح اعتب عليهم. هنا مثل ما قاعد تشوفون هذول الخيوط الطالعة، اكو هواية ديتيلز ناقصين، بس متحمسة اجربه. جايز it's time. Are you ready? Yeah. Run bulletproof, run, yeah you gotta run. السؤال المهم، هاي الأغنية مطلوب. محتاجين أغنية لانا ديل ري على هذا الفستان. جايز هذا راح اخذ بيه بوست، بس شعري مو لايق ويا اللبس. بالتعليقات شو رأيكم؟ طبعا هذا قياس ميديم جبته، شوية عريض بس اتس اوكي، مو ذاك الكبر يعني. اكتبوا لي بالتعليقات شنو رأيكم بالفستان. اتس سو نايس، اتس سو كيوت. لون الخضار هذا كلش لايق على لون بشرتي. بالتعليقات شنو رأيكم. هذا الفستان اشوف منو يلبسه. I think جيسو will slay it and I think ممكن جيني، بس احس جيسو شخصيتها هاي كوتج كور، كوتج ريف، شي هدوء.
فيكتبون زي تعليقات انتم شو رايكم بالفستان؟ كلش حلو كلش نزوكي، طبعا طوله ما ادري اذا مبين لو لا، طوله كلش حلو، جوا الركبه جدا حلو، قياس مضبوط، ممكن اجيب قياس اصغر راح يكون احلى وانه ينضب اكثر فراح يبين الخصر اكثر. فاكتبوا لي بالتعليقات انتم شو رايكم بهذا الفستان؟ Run for the proof. What the hell is السوق من العصر الفكتوري جايز. هاي المفروض تكون هيجي بس هي نازلة. What the hell is this? ما هذا بحق الجحيم. لا حد يسألني ليش طلبتي، هذا السؤال ما أريد يسألني حرفيا، لا حد يقول لي السو شنو اجى ببالك على مود تطلبين هذا الفستان؟ زين خلينا نشوف سعره. ليش احس سعره ب40 دولار؟ الفستان هذا مال حفلة تنكرية اقدر اقيمه، اتوقع هذا اذا اجيب وياه باروكه هاي الملفلفة. جايز شوفوا بالصور مفروض ببانة ترفع على مود يصير هيج. What the hell؟ جايز شوفوا العالم لابسينه بس وياه اكو بطانة منفوخة جو. انا هذا ما اجاني ويا لو مو وياه. What the hell؟ وناس اجتها الفستان مشقوق already. اتمنى اشوف توايس لابسين هذا اللبس، اتمنى امنية حياتي يا رب تتحقق. جايز كتبوا لي بالتعليقات شنو رايكم الفستان. هو التوصيل تقريبا ب$40. طبعا تعرفون بعد اكسبرس ما تشترون القطع كلها بنفس التوصيل، لان هم بالموقع يبيعون برايفت سيلرز، والسيلرز مختلفين وبيهن شلون متاجر مختلفه يبيعون القطع، فكل قطعه بيها الشحن مالتها مختلف ووقت التوصيل مختلف. كلش قريب من تشوفون توصيلهم سويه مع بعض. جبت فستان قياس لارج وواضح انه شوي منه كبير علي بس منه فيت. الفستان سو سمبل نقدر نسوي بيه كوسبلاي، بس كوسبلاي شنو بالضبط ما ادري. الديتيلز كلش حلوات، اللون الاحمر برغندي غامق مثل ما قاعد تشوفون. الفستان هيك من ورا كلش حلو كلش سمبل، بس محتاج جوا هاي تنور ما ادري ايش تسميها، ما اعرف شنو اسمها، بس محتاجين هاي جوا على مود تنطينا النفشه الحلوه ويكون الكوسبلاي كامل. جايز من اقول لكم هذا اكثر فستان متحمسه له، اكثر فستان انا متاكده راح اخذ بيه بوست اللي هو هذا. كلش اليجنت كلش حلو. الفستان هذا راح ارويكم اياه من دون اي شيء تحته، لان ما اقدر البسه بحده مثل ما قاعد تشوفون. اصلا ما اتوقع احد يقدر يلبسه بحده لان القصه اللي قدام كلش كبيره ولازم تلبسون شيء جوا. متحمسه اوريكم هذا اللبس، فتعالوا انا وياكم. اوكي سو سمبل كلش شيك. طبعا الفستان يجي بهاي الطريقه وبهذول الاشرطه الاثنين اللي يشده من وراء على مود الفستان ينضب وينطينا خصر كلش حلو. هذا راح اخذ بيه بوست انا متاكده وتكونوا موجودين بانستغرامي. 안녕하세요. I love you with me, dancing in the moonlight, nobody can see. It's just you and me tonight, with me, dancing in the moonlight, nobody can see. أنا كل ما أسوي هذا الفيديو لو يجون تعليقات سمنانة لو تجين تعليقات ضعفانة، بس كلمة سمنانة أقسم بالله اللي يقول لي يسوى سمنان حتى لو سمنانة كنت ضعفانة. كم؟ guys شنو رأيكم بالفستان؟ it's so elegant, it's so حلو، بس اكو هواي خيوط طالعه من صفحه وما الخياط نهاياته مو نظيف. شنو هذا؟
الخياط مو نظيف ولا دقيق 100%، بس it's so cute it's so elegant ويا جنطة ديور. تشوفون الخياط منه طالع. هذا الشيء المحلو بالفستان انه الخياط مالته رخيص، بس I really love it. سووا بالتعليقات انتم ايش رايكم، اذا ما عجبكم كتبوا عجبكم، لا حد يكسر واسع. هذا الفيديو اريدكم دائما وياي ضعفانه، اذا انا ضعفانه كتبوا ضعفانه، اذا انا سمنانه كتبوا ضعفانه، اذا اني شعري ما عجبكم كتبوا شعري عجبكم، اذا عجبكم هيك اريدكم دائما ايجابيين. الفستان اللي ما ادري هل هو على قياسي لو لا، ما ادري، المهم راح نلبسه انا وياكم. خايفه متوتره متحمسه. ما ادري ليش جبت فستان مايا دياب، حرفيا فستان مايا دياب انا حاليا لابسه. الفستان اسمه ميدي لونج سليف 2022. الفستان نهائي مو ستايلي، بس الفستان طوله للقاع، الماتيريال مالته حلوه بارده مثل ما قاعد تشوفون. توجهوا بالتعليقات انتم ايش رايكم، بس منا المنظر هذا مو عاجبني، هذا المنظر يلعب النفس. يعني هذا الفستان ما اقدر اطلع بيه لان القماش مالته كلش خفيف، والاسفنج اللي هنا كلش واضح لدرجه انه مو متناسق ويا السليف مال الفستان. درجه الازرق كلش حلوه، الفستان اتس سو نايس لايك ويا حتى لون بشرتي. الفستان حلو، اكتبوا لي بالتعليقات انتو شنو رايكم. ما ادري هذا الفستان ممكن اسوي بيه كونتنت فاشن، بس اني البسه كيسر واطلع بيه لا مستحيل. شنو اكو شيء هنا؟ اوكي تمام، كل شيء تمام. المهم القماشه مال الفستان كلش خفيفه فما عجبتني نهائي. هذول نهائي ما عجبوني. تقييمي إلي اتوقع هذا لحد هسه اقل واحد تقييم اللي هو ممكن اعطيه 2 من 5 او 4 من 10 راح انطي. فاكتبوا لي بالتعليقات انتم شنو رايكم بيه، ما اذا حبيتوه ولا لا. كلش نهائي ما حبيته. بس اللي بعده ونجي على اكثر فستان كيوت يجنن، كلش نزوكي، كلش حلو، كلش شبابي، كلش بناتي. هذا الحزام اللي لازق ويا الفستان منطي illusion انه احنا عندنا خصر صغير حتى لو انت ما عندك، لان منا الكركوشات منطي شويه حجم منا ومنا مضبوط. هذا الفستان هيك مثل قاعد تشوفون الخياط جدا مرتب، ما اقول لكم ممتاز بس جدا مرتب، كلش حلو. ما اتوقع اذا تلبسوه احد راح يقول لكم هذا من وين، من موقع صيني لو من موقع كوري، لا راح اقول او ماي جاد من اي محل اشتريتي. ف او ماي جاد جايز شنو رايكم؟ الفستان انا حيل حبيته، كلش حلو. الفستان قصير طبعا، هو طول اللي هنا، فالبنات اللي يحبون الفساتين القصيره كلش راح يحبوه. ما اعرف شنو اقول اكثر من هذا. اخر شيء يبقى رايكم، اكتبوا لي بالتعليقات شنو رايكم بالفستان. مو يس. سعر هذا الفستان 36 يورو مع التوصيل. اسمه سمر هاي كواليتي رانواي ميش. وقاعد تشوفون الموديل اللي لابسته اكيد مختلف عن الصوره، اكيد ما ادري اذا هم خامطين او ماخذين من ديزاينر معين، بس اول مره انا اشوفه. الاوردرات على هذا الفستان واحد، اتوقع هو اني. شويه بالصور على بينك اكثر، بس بالحقيقه على نود، على بيجي اكثر، بالصور على وردي اكثر. وصلنا على اخر فستان اللي هو فعلا فستان سهره وحفله. حطكم الكارت ممكن نشوف جمال القطعة هاي، الفستان هذه. جايز انا ما اعرف شنو اقول، بس يعني هذه كلش سمبل بالنسبة لهذه. اتوقع بالتصوير طلع جاي الفستان، اقسم بالله ولا عبالك ما اخذتها من موقع صيني او من برنامج صيني، حرفيا عبالك انا ما اخذتها من ديزاينر معين. فستان سهرة مرتب، سعر اقل من $50. This is incredible. guys بس شوفوا الديتيلز، لا تعليق، الفستان ولا غلطة. ممكن نقدر هذا الشغل اللي يجنن. واو كلش حلو يجنن، طوله جدا مناسب. هم بعد اكيد كل الفساتين مختلفة عن الصور، بالخامة مختلفة.
اغلبها نفس الديزاين بس بالخامه كلش مختلفه. تحسون خامه الفستان اللي بالصوره كلش هاي كواليتي، بس هذه يفي بالغرض للامانه. اذا انا مشتري فستان وراح البسه مره او مرتين ما اتوقع تسوى اذب فلوس كلش هوايه عليه. اذا عندكم حفله من هسه طلبوه لين يوصل ورا شهرين. وحبايب قلبي وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى حبيتوا. اكتبوا لي بالتعليقات اكثر فستان حبيتوه. طبعا اذا حابين تشوفون جزء جديد من فساتين ساره او حابين اجرب اشياء غريبه بعد من المواقع الصينيه اكتبوا لي بالتعليقات. اتمنى استمتعتوا بالفيديو، انا حيل استمتعت بيه. وكتبوا لي اي واحد حبيتوه اكثر. انا حبيت الاخضر وحبيت الاسود بعد، كلش حلو كلش نزكيه، ومتحمسه اسوي بيهن كونتنت على انستغرام واخذ بيهن بوستات، فتاكدوا تضيفوني هنا. اتمنى استمتعتوا بهاي الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. الفيديو الجاي راح يكون قريب جدا، ما راح اتاخر وان شاء الله ما راح اقطع. فيا احبكم كوم. باي.